الشرك ما بين الأم وبنتها، وأمال زنات مع خالها. كارثة هذه، كارثة وما بعدها كارثة. وفعلا راه حتى واحد ما عارف الحقيقة والروينة اللي كاينة في هاد الدار. السلام عليكم. قصة وقضية اليوم فيها أحداث واقعية جد مثيرة، غتخليكم حابسين ومبهوضين. كتحكي على واحد الأم غلطات في صغرها، وعوض ما تعترف بهذيك الغلطة ديالها وتحد الباس، فضلات تبقى حياتها كلها وهي ساكتة، وبقى غلط كيجر غلط، وسكوتها تسبب في مشاكل أخطر بكثير من الغلطة اللي غلطات. بلا ما نسبق لكم الأحداث، سمعوا وحكموا. والله يعطيكم شي خير، شجعوني ودعموني بواحد لايك الفيديو واشتراك في القناة اللي مازال مشترك، وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. يلا نبداو قصتنا. في عام 1972 السي عبد الله كانت بينه وبين يمنة علاقة حب، ولكن عائلة يمنة مرضوش يزوجوا بنتهم بواحد ما عنده خدمة ما عنده فلوس. والسي عبد الله باش يحسن من الوضع المادي ديالو ويرجع يتزوج بيمنة، هاجر إسبانيا ووعد يمنة غيرجع ويتزوج بها، وحتى هي وعداتو غتسناه. ومن بعد ما مشى دازت 3 سنين. مني داز هاد 3 سنين ما كاين لا خبر ولا حس على هاد عبد الله هذا. يمنة قطعت الامل وقالت مع راسها هذا غيكون غير كان كيكذب عليا، وغيكون مشى ضربها مع راسو بشي تزويجه بشي نصرانيه وانا نبقى نتسناه. وبما انها كانت فقدت العذريه ديالها معاه ما قدرش تزوج، ما بغاش تفضح، خافت تفضح قدام عائلتها، فضلت انها تبقى بلا زواج مع ان الكثير من الناس تقدموا ليها. من بعد ربطت واحد العلاقه غير شرعيه تاني مع واحد شاب اخر وحملات منه. خافت تفضح ودارت شي سبه باش تمشي عند خالتها في اكادير، لان هاد يمنة كاينه في مدينه مكناس. مشات لاكادير وفعلا مشات عند خالتها في اكادير وحكات ليها القصه ديالها. خالتها سترات عليها وخلاتها عندها، بقات عندها حتى ولدات بنت. هذيك البنت سماتها سعاد. وكيف سالت مده ديال النفاس وارتاحت شويه من الولاده، دورات ظهرها على بنتها وخلاتها لخالتها ورجعت لدارهم. وهنا كانت كملت يلاه 21 سنه في عمرها، لا من شاف ولا من ديري. الدريه راه والده ومخليه بنتها في اكادير. من بعد 4 سنين يمنة دارت 25 سنه، رجع السي عبد الله ودار واحد المشروع في بلادو. هو بعدا اصلا السبب اللي خلاه ما يرجعش للبلاد انه حلف ما يرجع حتى يكون ثروه ويدير شي مشروع. وفعلا دار مشروع ديالو، كان كيتاجر في بياس ديال الطوموبيلات. كان في الاول غير بياس ديال الطوموبيلات المستعمله، من بعد ولا كيدخل كلشي جديد والقديم. وبصح قدر ينجح في هذا المشروع وبدا كينقل التجربه ديالو لبلادو واستقر في البلاد. ولكن مرة كيبقى يسافر، تيبقى تما أسبوع وزوج الأسابيع وأحيانا حتى شهر. المهم من رجع لقى يمنة تزوجات ولقاها حاملة، وواخا هكداك باقي تيبغيها وعمرو نساها. بقى عليها كيزن عليها حتى طلقها من عند راجلها وهي حاملة وتزوج بها. تزوجوا وعاشوا الحب الرومانسية، وكيحاول ما أمكن يعوضها على كل لحظة عاشوها بعيد على بعض. المهم ملي تزوج بيامنة ولدات ولد، لأنه كان خدا حملة كيف قلت لكم. هذاك الوليد سماتو وحيد. وسبحان الله من نهار خلق هذاك وحيد علاقة يمنة بعبد الله ما بقاش لي هذاك الطعم بحال الأول، لأن باش تهتم بالمولود الجديد قصرت شوية في حق راجلها. وعادي عادي، لأن المولود دائما المولود واخا يكون حتى با هذا اللي انت معاه، المولود كيحتاج شويه الاهتمام، والمراه كتحتاج الراحه ديال واحد 40 يوم على الاقل، واحد 40 يوم حتى تشد صحتها مزيان. السي عبد الله ما صبرش، ومن هنا بدات الغيره وبدات المشاكل. وباش يامنه تنقض الزواج ديالها وتنقض الحب اللي تبهدلات على قبله، كيف تشد هذاك الوليد شويه عطاتو لدارهم هما اللي يربيوه، وهي غتصرف عليه بطبيعه الحال. وعبد الله باش تبقى له يامنه غير بوحدو عجبته الفكره، وكان مستعد يصرف على الولد. هو اصلا عنده الخير، عنده ما يصرف. وعاشوا في الثبات والنبات، عاشوا بخير وعلى خير. ومع مرور السنين السي عبد الله بغى وليدات، بغى حتى هو يكون عنده وليدات من صنبو، ولكن ما جابش الله.
وكان تيمشي عند الأطباء، وفين ما كيمشي عند شي طبيب كيديروا ليه دوك التحاليل دوك الاختبارات كلها كيعملوها له، تيلقاو ما عنده والو، تيبقى يتعجب كيفاش ما عنده والو، ما تاقش في الطب. واللي خلاه ما يتيقش في الطب وشك في نفسه ويقول العيب أنه منه هو أن يامنة جات عنده حاملة، ومعناها أن هي اللي ما فيها والو وما فيها حتى شي عيب. بقى عايش في هذا الوسواس ديال العيب فيه هواية، وما صدقش كلام الأطباء اللي قالوا له بأنه ممكن يولد. المهم داز 6 سنين وفحال اللي بدا كيفقد الأمل، اقترح على يمنة تجيب ولدها عندها ويتربى وسطهم. هنا الوليد دار 6 سنين، منها يعمر عليهم، منها يونس الأم ديالو، لأن عبد الله دائما مشغول وتيسافر بزاف. ولكن يمنة كان عندها مشكلة أخرى، مبرزطاها في مخها، هي أنها منساتش بنتها سعاد اللي خلاتها عند خالتها في أكادير. من نهار خلاتها الحيمة ما بقات شافتها، عاشت في هذا العذاب يوميا كتفكر في الماضي ديالها اللي معمرو ما كان نقي. يعني ملي كانت باقا صغيرة طيشة كتربط علاقات مع الدراري، حملات هي حملات من السي عبد الله، هي عاوتاني دارت علاقات اخرين، هي تزوجات بلاخر ولدات عاوتاني ولد طلقات منه، ولات عايشة في تأنيب الضمير وخايفة شي نهار تفضح. وهذا الشيء سبب ليها في مشاكل نفسية. من طبيعة الحال هاد المشاكل النفسية تطورات المشاكل صحية، يعني على للبدن ديالها. المهم السيدة غادا وكتمرض وصحتها كتنقص كتير شي من الراجل اللي كتحماق عليه ولا ضيع ولا واحد النفور بيناتهم، ومرة تيقول ليها بغا يتزوج، ولكن واخا هاد الكلمة ديال بغا يتزوج واخا كان تيقولها عمرو دارها، لأنه مازال شاك يكون مشكل منه وخايف ينوض يتزوج يجيب شي مرا وحدة أخرى هو اللي ضحكة وسطهم. هذا ماشي واخا هكداك ما كانش مشكل بالنسبة ليها. المهم ملي وصل واحد 16 سنة، يعني المراهقة جاتو صعيبة وخرج قبيح، هو كان قبيح من صغرو ودابا كمل وتبلا بمخدرات وما كملش قرايتو ولا كيتسكع في الشوارع. عبد الله حس باللي هاد الولد ولا تهديد عليه، جرى عليه من دارو وخير يامنة باش ما يضيعهاش. قال ليها يا إما تسمح في ولدها بمرة، يا إما يشري ليها واحد الشقة ويبقى يعطيها 1000 درهم في الشهر وتمشي تسكن هي وولدها، ولكن من هذه لأنه ما باغي يتحمل مسؤوليته. وفي الوقت اللي تيحاولوا يحلوا هاد المشكلة، واحد صافي هاز حويجو ورجع لدار جدو. وفي نفس الوقت جاتها هي خبار خالتها اللي في أكادير ماتت، خالتها اللي عندها سعاد بنتها. بدات كتبكي وكتجدب واحد الطريقة هستيرية، ويقول لها عبد الله والعجب هذا، خالتك عمرك تكلمتي معاها ولا مشيتي عندها ولا جات عندك، علاش كتبكي عليها هكذا؟ امك ملي ماتت وما درتيش عليها هاد الحالة. المهم مشات هي طيارة، مشات كطير المكناس من مكناس لأكادير. هي داك البكا اللي كانت كتبكي كلنا عارفين علاش، كلنا عارفين بلي راه على بنتها ماشي على خالتها، ولكن اللي زاد خلاها اكثر هو انها ما عرفاتش واش خالتها قالت لبنتها سعاد على الحقيقة ولا لا. خافت تكون قالت ليها، شويه تتبدا جايه تجري عندها تقلب عليها وتفرشها قدام كلشي. في نفس الوقت خافت من بعد الجنازة تضيع منها البنت وتبدا عاوتاني رحلة البحث عليها، واخا راه عمرها هزت همها ولا شافتها من نهار خلاقت. المهم من بعد الجنازة ومن بعد العزاء غتعرف يامنة باللي سعاد ما في خبارها والو، لأن مني سولاتها يامنة لقاتها بأنها اللي عارفة بأنها يتيمة الأم والأب، باها ما معروفش، أمها ولداتها وسمحات فيها. من بعد الجنازة يامنة بدات مع سعاد على أساس أنها راها بنت خالتها بالتبني. قالت ليها لقيتيني تنقلب على شي بنت جلس معايا، أنا راني مريضة وخصني اللي قابلني. البنت طبعا وافقات، أصلا ما عندها فين تمشي، والورثة أكيد غيبيعو دارهم وما كاين اللي غيصرف عليها. وحتى يامنة قالت مع راسها عوض ما نخلي بنتي للذئاب البشرية ونبقى مشطونة عليها، اللهم نديها تبقى تحت عينيا. داكشي اللي كان. السي عبد الله بقات فيه كتير شي من يسمعها يتيمة. سعاد كانت واحد البنت كتبان درويشة وغير ساكتة وباينة هازة في قلبها حتى شاط. مع مرور الأيام يامنة زادت الحالة الصحية ديالها ساءت، جاها سرطان الحنجرة
ومن بعد دارت واحد العملية، ومن بعد العملية والعلاج الكيميائي قدرات تحسن حالتها شوية، ولكن فقدات النطق، ما بقاش كتكلم مرة، قاصوا ليها دوك الأحبال الصوتية. السي عبد الله بدا تيشوف شوفة أخرى لسعاد، بغاها تكون مراتو على سنة الله ورسوله. ناض فاتح يامنة في الموضوع، قال لها شنو رأيك تزوجيني سعاد، بنت يتيمة وهانتي مصاحبة انتي وياها وقريبة ليك وكتعرفك وكتعرفيها، زوجيني بها، ما نعرف ربي يسر ليا في وليدات معاها. والمصيبة ديالنا كتسمع وما كتكلمش، وكيف سمعت هاد الكلام داخت بها الدنيا، ما عرفتش كيفاش تعبر وما عرفتش باش تعبر، وبدات غير كترطى وكتفركن وتا واحد ما فاهمها كيفاش غتجاوبو وباش غتواصل معاه وباش غتوصل له الحقيقة وتقول له مستحيل وحرام تكون ليك. ما قدراتش، وهو اللي فهم على انها غير غيرة ديال المرأة على راجلها صافي. هي اصلا كانت دائما رافضه يتزوج عليها، مني شافها وصلت لهاد الحالة ديال الهستيرية هادي اللي عمرها وصلت ليها. قال لها شوفي انتي راكي عزيزة عليا وغالية عندي، ودا كيطبطب عليها وقال لها انتي هي الحب الاول ديالي ومستحيل نضرك وعمري نجبد عليك في حال هذا الموضوع، صافي سدينا هذا الموضوع وغير ارتاحي. ولكن السي عبد الله اللي فراسو رقدها بهذا الكلام وخدا قرار انه يتزوج في السر بسعاد ولا بغير سعاد، وناض تكلم مباشرة في الموضوع مع سعاد وحلفها ما تقول والو ليامنة سواء قبلات أو لا رفضات، هاد الشي بغاه يبقى سري، وقال لها بأنه بغاها في الحلال، ما باغي يضحك عليها، ما باغي يتفلى عليها. سعاد جاها هاد الطلب صعيب شوية، ماشي شوية، جاها صعيب بزاف، ما قدراش تعض اليد اللي تمدات ليها بالخير، لأنه في نظرها يمنى جابتها دارت فيها هاد الخير وستراتها، ما خصهاش تخونها، وفي نفس الوقت هي محتاجة ركيزة في هاد الدنيا، لا أم لا أب لا حنين ولا رحيل. وقبل ما تاخد فرصة وتبدا تفكر وتاخد قرار، عبد الله ما عطاهاش هاد الفرصة، ولا مهتم بيها ولا بين لي هذاك الحب ديالو ليها، وغير شوية بشوية حتى لقات راسها حتى هي كتبغيه وبين يديه. والكارثة العظمى حملات منه، هي خافت وتخلعات، بغات تموت بالخلعة. اشنو غتقول يامنة؟ اما السي عبد الله هذاك بغى يطير بالفرحة وقرر يكتب عليها في الحين، ما بقاش اهتم ليامنة ولا فكر فيها، وقرر يكتب عليها بلا ما تعرف مراته من طبيعة الحال. ولكن هي شرطات عليه يا اما يطلق يامنة يا اما يقولها لها. هي ما بغاش تكون ضرة مع يامنة، وهي اللي ما عرفاش باللي هاد يامنة راه غتكون امها، يعني غتكون ضرة امها. بصراحة عبد الله ما هانش عليه العشرة، ما هانش عليه العشرة مع يامنة، وما بغاش يسمح في سعاد في نفس الوقت، واقترحت عليه يطلقها أحسن. سبحان الله في حل اللي حاسة، يعني هنا كون يامنة كون قالت الحقيقة ما كانوش غيوقعوا في هذه الغلطة هذه، تيولي الراجل جامع ما بين البنت وامها. المهم اقترحت عليه يطلقها ويخليها ساكنة معاهم، وهي غتبقى تهتم بها وغتبقى خدامة عليها العمر كله، وعمر يامنة غتعرف بهذا الشيء. دابا ولات سعاد مرات عبد الله ويامنة ولات طليقته. عقلوا مزيان، القصة مازال ما بدات. واحد النهار يامنة لاحظت كرش ديال سعاد بدات كتكبر، تصدمات المرأة مباشرة، شكات في عبد الله، ولكن سعاد بسرعة مسحت ليها هاد الشكوك من راسها واكدت ليها باللي ماشي هو مول هاد الكرش. قالت ليها بلي دارتها مع الحسن البقال، وقالت ليها باللي وعدها يتزوج بها، وكيف عرفها حامله هرب وخلاها. هي يمنى راه واخا ما عجباش الحال تكون حامله اصلا من البقال ولا من غيره، ولكن على الاقل بالنسبه ليها ارتاحت مني قالت ليها راه ماشي عبد الله مع من حامله. دازت فتره الحمل بسلام، ولدت سعاد، ولدت توأم بنات زوينين، التوأم اللي متطابق 100%. يامنة غير بعفوية طلبات من عبد الله، زعما غير صدفة طلبات منه تبناو هاد البنات ويسجلهم في الحالة المدنية. عنده الخير كثير، عنده تبارك الله الثروة وما عاطيش ربي وليدات، علاش ما يربيش هاد البنيات؟
فحال بناتو. هو من طبيعة الحال سجّلهم في الحالة المدنية، واللعبة حتى لهنا ملعوبة مزيان على يامنة. مع مرور السنين هذاك الولد المشاكس ديال يامنة كبر وجا يشوف أمو، ومني لقاها هكذا في هاد الحالة لقاها مريضة بزاف، ويعني تقريبا مبقاش كتوقف، بزز كيوقفوها. داها معاه لمدينة الدار البيضاء حيت ولا هو خدام في مدينة الدار البيضاء، ولا خدام فيدور في دوك الكباريات الكبار، وخدام حريم، مرة كيخدم حارس شخصي مع دوك البزنازة، مع الشخصيات دوك التجار الكبار. المهم معاه هو تا هو الشلاهبي وداكشي عرف يدخل راسو. داها حطها في واحد المصحة خاصة، تعالجات تما شوية، واخا ماشي علاج كلي ولكن على الأقل ماشي بحال الأول، ولات كتوقف شوية، ولات كتعتمد على راسها واحد شوية. المهم رجعت لدارها وعاشت عادي، ومعاها سعاد مقابلاها، وسعاد لعبات الدور بالنهار مع يامنة خدامة عليها، وبالليل زوجة وعاشقة لعبد الله. دازت سنين، كبروا البنات وصلوا ل 14 سنة، وسبحان الله داك الشبه الكبير بيناتهم كان صعيب يفرقوا بيناتهم بشوفة العين. سعاد بوحدها اللي كانت كتعرف تفرق ما بينهم، كانت واحد الشامة كاينة في العنق ديال أمل. أما في الدار كتلبسهم الحوايج مفرقين وكتعطيهم وكتقطع، ماشي كتعطيهم، كنقطع الشعر ديال أمل يعني شعرها قصير، وأمل شعرها طويل. أمل بنت مأدبة ومتقلة وصادقة، وآمال العكس ديالها، شلاهبية وكذابة وسلقوطة وقبيحة، وكتغير من ختها على والو. المهم هاد البنات اللي عارفين بأن سعاد خدامة عندهم، يعني خدامة عند يامنة اللي عند بالهم هي الأم ديالهم. أمل كانت دائما كتعامل مع سعاد بوقاحة وقلة أدب. سعاد تقهرت من هاد المعاملة ديال بنتها ليها، قالت كيفاش أنا بنتي وكتعامل معايا هكا، علاش ما نقولش ليها الحقيقة، يمكن تولي تحتارمني وما تبقاش تعامل معايا هكذا. فعلا واحد النهار جمعاتهم زوجات، يعني أمل وأمال، وقالت لهم أمال دابا نتوما كبرتوا، واش نقدر نثيق فيكم ونقول لكم واحد السر كبير بزاف وما تقولوها لحد؟ قالوا ليها كنوعدوك. شنو هو هذا السر؟ قالت لهم هذا الخير اللي نتوما فيه راه ديالكم، ديال باكم عبد الله. قالوا لها حنا هادشي عارفينه، فين المشكل وفين كاين السر؟ هذا ماشي سر. وهي تحكي لهم القصة كلها من طقطق حتى السلام عليكم، وعرفوا باللي وحيد ماشي ولد عبد الله وماشي خوهم كيف كانوا هما فاهمين، وتأكدوا باللي سعاد هي الأم ديالهم، وبأنهم داروا هاد الكذبة غير باش ما تصدمش يامنة وتوقع ليها شي صدمة كبيرة. كتير شي أنها مريضة وحالتها ما تستحملش. البنات بقاو مبهوضات ومصدومات. أمل حلفات أنها غتبقى عادية وما تقول والو، أما أمال الشيطانة من فعيلها غتبدا تلعب لعبتها وخا بقى صغيرة. في أول زيارة الوحيد جا عندهم باعت هاد السر وقالتها له، وعرف كل شيء، ولكن اللي مازال ما عرف لا وحيد ولا هما كلهم في هاد الدار هادي هو أن سعاد ووحيد هما خوت ومن أم وحدة. تعصب وحقد على مو اللي كانت كذبات عليه وقالت له بأن البنات بناتها، قالت له بأن كانت حملات بهم وولداتهم لأنه هو ما كانش كيجي عندها. هو فضل يبقى ساكت حتى هو ما يقول ليها والو، تبع الخطة ديال البنات لأن ديالهم كلهم، لأن كلهم ما بغاوش يصدموها، خلاوها في راسها بأن زعما راه حتى شي حد ما في خبارو باللي راه البنات ماشي بناتها. أول حاجة بعدا دار هذاك وحيد أن بدل التصرفات ديالو مع البنات. أمل ما عنده منين يشدها، أما أمل كانت ساهلة باش تخرج الطريق بلاها بالمخدرات، وحتى هي كانت على سبة، ولات كدروكا، ولات كتخرج مع رفقاء السوء، وخرجات على السيطرة، وبدات كتسرق الفلوس من الدار. واحد المرة سرقات ليا من الذهب ديالها وباعته ولصقاتها في أمل، وتسبات ليها في مشاكل مع الأب ديالهم، وفين ما كتهضر معاها أمها سعاد كتهددها تفضح السر ليامنة. وصلوا البنات 19 سنة، خدموا مع باهم في الشركة
ومع الأيام لاحظ السي عبد الله الفلوس تنقصو من لاكيس، ومني تأكد بلي آمال هي الشفارة نبهها وعطاها الإنذار الأول، عطاها الإنذار الثاني، وعطاها الإنذار الثالث، ولا رد بالو ليها أكثر، قهراتو من الخاطر، حتى لواحد النهار غيجي كيف العادة للشركة وغيلقاها كدابز هي وآمال، لأن آمال حصلات آمال مخرجة السلعة وما مدخلاش فلوسها، وخدات مبلغ كبير من لاكيس، جباهم لقاها متلبسة والفلوس في يديها، حتى هو ضربها وبهدلها وتبرأ منها وجر عليها، كانت هذه هي اللي خرالو معاها، بقات معاه غير آمل هي يدو اليمنى بارة بيه ومهلية فيه ومشي الشغل ديال الشركة مزيان. واحد الصباح آمل مشات تفيق باها باش يمشيو للشغل ديالهم، ولكن كانت هذه آخر مرة غتفيق فيها آمل الأب ديالها، لأنه ما جاوبهاش، مات بسكتة قلبية. آمال ما حضراتش الجنازة ديال باها، وخا عيات فيها آمل ما جاتش حتى لمورا العزا، وجات غير باش تاخد حقها من الورث وصافي، ما بغاش تسنى على الأقل حتى يدوز شوية د الوقت. ولكن الصدمة والمفاجأة أن باهم سجل كل شي باسم آمل، الفيلا والشركة وموبيلات وحتى واحد العرصة الزيتون سجلها باسم آمل، وتاق فيها وعرفها بعقلها وما غتضيع حتى شي حد، بحال اللي نقولوا حي التقليد على عنقه ورماها على عنق بنته. حتى لهنا يامنة مازال عارفة بلي هي الوارثة الوحيدة، والبنات واخا مدخلهم في الحالة المدنية راه ماشي بناتو، وعند بالها حتى واحد ما عارف الحقيقة، وفعلا راه حتى واحد ما عارف الحقيقة والروينة اللي كاينة في هاد الدار، وحتى هي ما عارفاش بأنها راها مطلقة من شحال هادي، وأن سعاد بنتها وبناتها التوأم هما الورثة الشرعيين. تشبكات مزيان وغتزيد تشبك. المهم مني جات آمال بغات الورث قنعات آمل، قالت لها شوفي يا اختي الحقيقة هي هذه، راه حتى أنا راني ما كنتش عارفة بلي با كاتب ليا كل شيء، بلا ما يبقى فيك الحال راه كل واحد في هاد الدار غياخد حقه وحتى حد ما غيضيع، راه الاب ديالنا مني ما كتبش ليك راه كان عارفك بلي فيك البليه، وعارف واحد كيدور في جنابك بانه هو اللي بلاك وخرج عليك، وراه كان خايف عليك منه، وكان باغي يوقف معاك تعالجي وترجعي لداركم، ولكن تغبرتي وهو ما لحقش يدير هذا الشيء، وجات الموت ووقفات كل شيء. خلينا عافاك اختي نبقاو مجموعين، وبغيتي ترجعي تخدمي معايا في الشركه ونكملوا اللي بناه بانا مرحبا، وما يخصك خير، الدار باك راها واسعة وعريضة، ما بغيتيش اختي شغلك هذاك. امال حنات راسها وقالت لختها اوكي اختي اللي بغيتي هو اللي يكون، ما يكون غير خاطرك. وقالت لها دابا انا غادي نمشي نطلق الكرا ونجمع حوايجي ونرجع عندكم. فعلا داكشي اللي كان، مشات امال وبقات الاوضاع كما هي. دازت 2 ديال الاسابيع تقريبا، امل خدامة وامال لا خبر ليها. من بعد هاد 2 الاسابيع غيتصلوا البوليس بالدار ديال امل والام ديالها، وقالوا لهم راهم لقاو بنتهم امال مقتوله في الدار اللي كاريه، البرطمه يعني اللي كاريه لقاوها فيها مقتوله بطعنات على مستوى الظهر والعنق، لان غير الجيران اللي شموا الريحه في العماره فين ساكنين ومن علموا البوليس وجاو وداروا التحريات ديالهم والتحقيقات ديالهم والابحاث ديالهم، لقاو البنت معفنه وشبعانه موت من اسبوعين هادي. والغريب هذا اللي قتلها دخل من الباب، يا اما عنده الساروت حل ودخل، يا اما دق عليها وحلت عليه الباب وغفلها وضربها. مشات امل شافت الجثه دختها هي وامها بطبيعه الحال، وسولهم بعض الاسئله الروتينيه، في من شاكين وشكون اللي في نظركم اللي ممكن يقتلها. جاوبت امل بدون تردد، وحيد. قالت لهم وحيد هو مولاها، هو اللي بلاها بالمخدرات، هو اللي كيبتزها ماديا، ومني تاكد بلي ماشي اختو ولا تيتعدى عليها جنسيا، وكانت دائما كتشكى منه. ام وحيد يامنه سمعت هذا الكلام
سمعت هاد الكلام حتى هي وهي تصدمات، من طبيعة الحال غتصدم، لأن بالنسبة ليها وحيد خال أمل وأمال والأخ ديال سعاد ولاو كلهم تيغوتو، شي ما تيسمع لشي، يعني عبد الله شرك ما بين الأم وبنتها، وأمال زنات مع خالها. كارثة هادي، كارثة وما بعدها كارثة. بالنسبة للبوليس هما مركزين حاليا غير على الجريمة، جابوا وحيد حققوا معاه، أكد ليهم بأنه عاد جا من الجنوب، كان في رحلة مع صحابو في الصحراء، وثبت ليهم الصحة ديال كلامو. إذن المتهم الوحيد طلع بريء. وشكون اللي غيكون قتل آمال؟ ما لقاو بصمات ولا أداة الجريمة ولا دليل واحد ما لقاوه. من بعد أبحاث وتحقيقات كثيرة البوليس ما توصلوا لوالو، وتسجل القضية من بعد ضد مجهول. يامنا بهاد الحقائق كلها اللي سمعات تصدمات وجاها شلل نصفي وما بقاش كتحرك مرة، وما قالش لسعاد بأن راه هي أمها اللي ولداتها وسمحات فيها. وهكذا غيكون هاد السر تدفن إلى الأبد، وعمر سعاد غتعرف الحقيقة، والحقيقة الكاملة عارفاها يامنا فقط، وعاشت معاها وماتت معاها. من بعد أسبوع على موت ديال آمال، سعاد غبرات حتى هي وما بقاش ليها الآثار. مشات آمل عملت بلاغ على الاختفاء ديال الأم ديالها، التحريات كلها ما عطات حتى شي نتيجة. من بعد واحد 15 يوم غيمشي وحيد وغيتهم آمل بأن هي اللي قتلت أمها. ما يمكنش سعاد تخرج من الدار وما ترجعش، وآمل جالسة مرتاحة، وقال لهم بأنه شاك في آمل تكون هي آمال، لأن أمل كانت بنت كتحشم ومؤدبة، أما هادي مني مشى عندها على أساس أنها آمل باش يتسلف من عندها، جاوباتو بقلة أدب وبواحد النبرة كتكلم بها غير آمال. مشاو لقاو القبض على آمل وحقوا معاها من أول وجديد، واجهوها بالتهم المنسوبة ليها، وقالوا لها بأن هي اللي عندها غرض أن أمها وأختها يموتوا باش تستولى على الإرث، يعني باين السبب شنو هو. في الأول بقات كتنكر كتبكي وكتنكر وتحت الضغط الكبير، ومن بعد ما بطبيعة الحال قلبوا ليها البصمات ديالها، اعترفات، يعني تبتات بأن راه هي آمال، وقالت ليهم باللي من بعد أسبوع فقط قالت ليهم ماما بدات كتلاحظ السلوك ديالي وطريقة كلامي وتعجبات، وقالت لي هاد قلة الأدب ديال آمال ماشي ديال آمل. قالت لها ما عرفتش علاش جيتيني بحال آمال. قالت لهم بقات ملاحظاني، واخا حنا كنا توأم متطابق بزاف كان صعيب عليها تفرق ما بيني وبين آمل من ناحية ديال المظهر، ولكن من ناحية السلوك كاين فرق كبير. وليت فين ما كندير شي حركة كتعلق عليها ماما وكتقول لي هاد الحركة فكرتني في آمال، وهاد الجلسة فكرتني في آمال، وحتى الذوق ديالي في الماكلة لاحظات الفرق وبدات كتشك وهي تقلب لي عنقي، لأن آمل كانت فيها واحد الشامة كحلة وناصحة، كانت عندها شامة في عنقها ناصحة، ومني قلبتها فعلا لقات الشامة، لأنني كنت دايما كنطراسيها، لقات الشامة كاينة ولكن كانت باهتة، اللون ديالها باهت، تمسحات مع الحوايج وداك الشيء. وشويه وهي تسولني قالت لهم على اللون الشامة علاش ما بقاش ناصح، وقلت لها عادي يا ماما راه غير مع انا كنكبر واللون كيتغير بوحدو، ولكن واخا هكذاك قلب الام ما تيخطاش. بقات مراقباني، واحد النهار حصلاتني تنكني، وهنا تاكدت اكثر باللي اللي قدامها امال ماشي امل، وبدات كتغوت عليا وكانت بغات تبلغ عليا ولكن كنت صحيحه عليها. شديتها حبستها مع الحيط وطيحتها للارض وحكمتها مزيان تحتي وخنقتها بالمخده حتى ما بقاش تحركات. هزيتها درتها في الطوموبيل ودفنتها في العرصه ديالنا تحت واحد الشجره الزيتون. اما امل من بعد ما تاكدت بلي ما غتعطيني والو قلت ليها غادي نمشي نطلق الشقه ديالي الكاريه ونجمع حوايجي ونرجع نسكن معاكم. وفي اليوم التالي اتصلت بها في الشركه مع 8 الصباح، كنت عارفاها كتدخل بكري، وقلت ليها تجي تعاوني ونمشي انا وياها للشركه. هي بالفرحه جات كتجري عندي، واول حاجه سولتها قلت لها واش قلتيها لماما، يعني ما كنت عارف، ما بغيت حتى واحد يعرفها بلي رجعت عندي. مني هي اكدت لي وقالت لي باللي بكل عفويه ديالها، وقالت لي علاش غنقولها لماما ماشي شي حاجه مهمه، وبدينا كنضحكوا.
وهي بصراحة كانت فرحانة بيا، ولكن أنا الطمع أعمى عينيا ومرضيتش يكتب ليها با كلشي. قلت نصفيها ليها وناخد الورث كله، بما أننا كنتشابهو أنا نعيش ونحاول نعيش عمري كله في الشخصية ديال آمل اللي كلشي تيبغيها، ولكن للأسف ما قدرتش وطبعي غلب عليا. واخا بدلت في المظهر ديالي الخارجي، هذيك الفوارق القليلة اللي بيناتنا بحال الشعر قطعته، بحال الشامة ورسمتها في عنقي، ما قدرت تعرفني بسهولة، وحتى واحد عرفني لأنه كان قريب ليا بزاف ولاحظ الفرق حتى هو بكل سهولة، ومن غيرهم حتى حد ما كان يقدر يعرف هاد الحقيقة. ومن بعد هاد الاعترافات الكاملة تحكمت آمال بالمؤبد. سعاد ماتت بلا ما تعرف بلي يامنة هي الأم ديالها ووحيد الأخ ديالها الوحيد، وهاد الحقيقة ما كان حتى شي حد في البلاد عارفها من غير يامنة وبنت خالتها اللي كانت كتعيش في هذاك الوقت في الدنمارك وما كانش كتدخل المغرب بزاف. كانت هذه نهاية قصتنا اليوم. إلى عجباتكم دعموني بواحد لايك للفيديو واشتراك في القناة وشي تعليق محفز. الله يعطيكم شي خير. السلام عليكم.